النهارده أول مرّة إن أنا أجرّب فعلًا أعمل السمنة البلدي في البيت، بس بصراحة نجحت فيها، وعملتها روعة، والّا الطعم والريحة طبيعي من غير أي إضافات ولا من غير أي حاجة، وأحلى مُرْتة هتاكليها. كل اللي عليكِ بتطلّعي كمية القشطة بتاعة اللبن، كل ما تجيبي لبن وتغليه، خُدي القشطة بتاعته في علبة وفي الفريزر على طول. وبصراحة أنا كنت ناسياها تمامًا، لغاية لمّا طلّعتهم وطلعت ما شاء الله بالكمية ديّة، وسِبتها لغاية لمّا فكِّت، وبعد كده فضلت بقى بالمضرب أضرب فيها. طبعًا ما كمّلتلكوش الفيديو، بس طبعًا أنا كانت الكمية كانت المفروض تكون في وعاء أكبر من كده عشان كانت بتطرطش، وفضلت أضرب فيها لقيتها بُصّوا زي ما أنتم شايفين فصلت اللبن عن الزبدة. وبصراحة طبعًا يعني حاجة أنا ما كنتش مصدّقة، إن كنت دايمًا باتفرّج على الفيديوهات، أول مرّة أجرّبها. وطلعت فعلًا فكرة حلوة جدًا. طبعًا اللبن اللي طلع دوّة اللي هو الشِرِش، بس ده بُصّوا لبن ده حتى مش خفيف. طبعًا باشيله في الفريزر لإن دايمًا باعمل مُعجّنات فبينفعني. وبعد كده بعد ما شِلت بقى اللبن اللي نزل أو الشِرْش، خدت بقى الزبدة وفضلت بقى أكوّر فيها واضغط عليها جامد جدًا. وبعد كده جِبت وعاء فيه تلج ومَيّة بتنزّليه فيه عشان تتأكدي إنها خلاص ما بقاش فيها أي حاجة. لغاية لمّا بتخلّصي الكمية بتاعتِك زي ما أنتم شايفين كده، عشان المرحلة التانية إن إحنا هناخدها عشان بقى نحطها على البوتاجاز. على فكرة في ناس كتير ما بتعملش الحركة بتاعة مضرب البيض دي، وبيحطوا القشطة أصلًا على البوتاجاز وبيسيبوها بقى لغاية لمّا تجيب آخرها يعني، بس طبعًا بتغيب جدًا، لكن الطريقة دي أنا شايفة إنها أسرع وأسهل. أنا هنا خلّصت أهو، طبعًا المَيّة أهي نضيفة ما فيش أي حاجة فيها ولا لبن ولا أي حاجة. وطبعًا جِبت هنا الكاسرولة عندي، وبُصّوا الكمية ما شاء الله طلعت حلوة إزاي. وبعد كده حطيتها على البوتاجاز، بُصّوا المراحل بتاعتها، دي أول مرحلة، ودي المرحلة بعد ما فات حوالي أكتر من نُص ساعة. بُصّوا وطّيت عليها لغاية لمّا طلعت باللون التحفة ده، توطّي خالص، لغاية لمّا فصلت خالص وعملت المُرطة. وبعد كده صفّيتها طلعت حوالي كيلو إلا ربع. ما كنتش مصدّقة، تعالوا شوفوا دلوقتي السمنة بكام. أنتِ كده بتشتري لبن، يبقى أنتِ هتستفادي من القشطة واللبن اللي بتستخدميه. وديّة البرطمان لمّا بِرِد خالص، بُصّوا عمل إزاي. ودلوقتي بقى جِه وقت الأكل. أنا دلوقتي هاجرّبها لكم ولا هتتحرق ولا أي حاجة. وبُصّوا المنظر، يعني لو كان فيها أي حاجة والّا مَيّة والّا كانت هتعمل ريم كده وكانت هتتحرق من الجناب. لكن بصراحة كانت جميلة ومش عايزة أقول لكم الريحة رهيبة. والخبز دوّة حلو جدًا للدايت، خبز الشعير. مش عايزة أقول لكم حلو جدًا، 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 اسمه خبز الريف. أنا بصراحة جميل جدًا، مش عايزة أقول لكم رهيب. كل اللي هتعمليه إن أنتِ بقى طبعًا يعني الناس اللي بتحب تعمل دايت طبعًا، بس مش هتقلي بقى بسمنة ممكن تسلقي بيض وتقطّعيه وتحطيه بقى برضه في الخبز ده، وأي بقى خضار عندِك فلفل، طماطم، كابوتشا، كرنب بتاع السلطة اللي هو الأحمر دوّة، جرجير، يعني اللي عندِك كده يعني عشان يغذّيكِ وتاخدي فوايد من كل حاجة. وبس كده، ممكن تحطيه في التوستر وتضغطيه. لكن أنا بصراحة كلت كده على طول، بس طبعًا كان عمّال يفتفت لإني كنت حاشياه جامد جدًا، فبصراحة كان جميل. أنتم كمان جرّبوها واعملوا السمنة في البيت.